النهارده هنعمل مع بعض كيكة شوكولاتة غنية جدا ورطبة. هنعملها بالكاكاو الخام من غير زبدة. الوصفة دي سهلة جدا وسريعة، طعمها خيالي كأنك شاريها من محل حلويات. لو بتحبي كيك الشوكولاتة غرقان في صوص شوكولاتة طعمه دسم ومكوناتها بسيطة، يبقى ركزي معايا خطوة بخطوة وهقولك على كل أسرار نجاحها. نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوف هنعمل كيك الشوكولاتة التحفة دي ازاي. اول حاجه هعملها الطبقه الاولى طبقه كيك الشوكولاته. عندي 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، حط عليهم معلقه صغيره فانيليا سايله وهخفق بالمضرب لمده نص دقيقه. وبعدين احط على البيض كوبايه سكر 200 جرام وهخفق لحد ما خليط البيض والسكر يهيش. احط معلقه خل كبيره واستمر في الخفق، ونص كوبايه زيت 125 جرام، ونص كوبايه زبادي 125 جرام، وكوبايه لبن 250 جرام، وهخفق الخليط كله مع بعضه. وقبل ما نخفق البيض نكون مجهزين خليط المواد الجافة. هتنخلي كوبايتين دقيق 240 جرام، ونص كوباية كاكاو خام أسباني 55 جرام. هنخلهم 3 مرات، وهتحطي عليهم معلقة كبيرة كيك شيف، ونص معلقة صغيرة كربونات الصوديوم، ورشة ملح. وهبتدي أحط خليط المواد الجافة على البيض والسكر جزء جزء، وأقلبه بالمضرب السلك لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعض. وهحط خليط الكيك في صينية مقاس 25 في 40 دهنها بمعلقة زبدة وبعود من بتاع الشيش طاووق، وهعمل الحركة الدائرية دي علشان الكيك لو فيها أي فراغات هوا تخرج. وهدخلها فرن سخن مشغلينه من قبلها ب10 دقايق. احطها على الرف اللي في النص، نكون مشغلين النار من تحت بس. هتفضل في الفرن نص ساعة. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. سبتها بردت خالص وبعود من بتاع الشيش طاووق، وهعمل فيها ثقوب بالشكل ده علشان لما احط لها التشريبة تتشرب كويس جدا. وده الخليط اللي هسقي بيه الكيكة: كوباية لبن ومعلقتين كبار سكر ومعلقة صغيرة كاكاو، وهقلبهم كويس لحد ما السكر والكاكاو يدوبوا. طبعا الكيكة باردة خالص واللبن بدرجة حرارة المطبخ. وهبتدي اسقي الكيكة بالشكل ده، وهركنها على جنب تتشرب كويس لحد ما اخفق موس الشوكولاتة. في بولة احط فيها ربع كيلو موس شوكولاتة. موس الشوكولاتة ده يا جماعة بنجيبه من عند محلات مستلزمات الحلواني، بيكون فيه السكر والكاكاو، يعني بيكون جاهز على الخفق على طول. هحط عليه كوبايتين ونص لبن مثلج وهخفقه لمدة 10 دقايق. ده كده شكله بعد ما خفقته. هقلبه تقلبتين بالاسباتيول عشان لو في فراغات هوا تخرج. وفي المرحلة دي كيكة اتشربت اللبن كويس، احط عليها موس الشوكولاتة وافرده بالشكل ده وسكرابر، وهبتدي اساوي سطح الكيك علشان لما نحط صوص الشوكولاتة ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية. وده صوص الشوكولاتة. هحط لكم حلقة لينك الصوصات في صندوق الوصف. حط صوص الشوكولاتة فوق طبقة الموس وهوزعها بالشكل ده. لو لسه بقى مكملة معايا الفيديو لحد دلوقتي، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم واعملي لايك حلو كده من ايديكي الحلوين عشان تشجعوني ان انا استمر. سيحت بقى شوية زبدة لوتس، وممكن تستخدمي بدل اللوتس نوتيلا، وحطيتهم في كيس حلواني وعملت فيه ثقب صغير جدا. وهحط على طبقة صوص الشوكولاتة بالشكل ده. هنعمل أشكال دائرية بطريقة عشوائية بالشكل ده. وهحط صينية الكيك الشوكولاتة في التلاجة لمدة ساعتين علشان طبقة الموس تتماسك، وبعدين نقدم كيكة 3 طبقات ألذ من بعض. وبكده نكون خلصنا وصفة النهاردة. جربوا كيكة الشوكولاتة بدقيق الكاكاو وقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات. مستنية تطبيقاتكم وصوركم الحلوة. لو عجبكم بقى فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس الصغير عشان يوصل لكم إشعار بكل الوصفات الجديدة. وما توفيقي إلا من عند الله. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم.